خدني بوهالي بين الأقادية، ضربة قادية بين الأقادية. أكلات مغربية، كسكسي آسي، صب المرقة الكسكسي. بسم الله. نفرتك الدجاج. مندوزين عنده لحمان داير في دار برقو باللحم. نجيب الخبز المغربي بس اللحم اجي حداية. كوارع. كسكسي مراكشي. كان السط عليه. شوربة الحريرة. حبيت شوربة فاسية. حبيت الفاسية. انت معلم واحنا منك نتعلم. ندخل في المسفوف. اسطيلية. حلويات مغربية. ضربة قادية. Here we go! I am eating Moroccan food because you guys asked and I do as I'm told. Medina couscous. I taste a slight nut, but it's very natural. 7 out of 10. Kefta tagine. The balls are so meaty and zesty. 8.5 out of 10. Zalak. Sweet, savory, so many spices. 7.2 out of 10. Harira. Tangy and silky smooth. 7.6 out of 10. Moroccan lentil soup. Flavorful, comforting, 7.1 out of 10. خلونا نجرب الأكل المغربي مع بعض. أول شي طلبته الحريرة. الحريرة بها لحم، حمص، شعرية وعدس. خلينا نجرب هذه. دافية. أحس لو تكونون مريضين وتشربون هاي السوب تصحون من قد ما فيها فوائد. صراحة تقييمي 10 من 10. So good. كلش لذيذة. ثاني طبق حنجربه هو الكسكس ويجي وياه مرق. المرق تضيفوه على الكسكس وبعدين ألف عافية. أخذت لي شوية عشان أجربه وياكم. بحط عليه مرق. بسم الله. جزر يضيف نكهة تجنن والبطاطا. so good. هيج ميكس من النكهات يجنن صراحة يجنن. أقيمه 12 من 10. هذول الاثنين هيج تاتش عشان الباذنجان والجزر. أكثر طبق أنتوا قلتولي أجربه اللي هو البسطيلة. هي مثل خبزة بس خبزة كأنها سمبوسة خبزة، وحلو ومالح بنفس الوقت. من جوا من الداخل فيها دجاج، فيها جوز، وما أدري شنو بعد فيها. خلينا نجرب. ريحتها ولا ألذ. كرانشي. بنين اتجنن. انفجار من القطع. It's so good. You have to try it. انفجار من اللذاذة بمخكم. الطاجين هماتين من الأطباق اللي جدا مدحتوا لي إياها. جبتها بالدجاج. يلا نجرب الطاجين. الطاجين أحس حيكون طبق ماما المفضل لأنه هي تحب هاي المكسات. المطبخ المغربي يا الله على اللذاذة، وخصوصا البسطيلة والكسكسي والحريرة والطاجين. We're gonna eat couscous not with this. This is for yeah, the right way. A little bit like this, okay? And like you do like soccer ball, okay? Like this, like me. Look, like this, okay? And you like this in the mouth, Go for it, in the mouth. Like this? Yeah, go. Nice, my friend. Nice. أكلات مغربية. هبدأ بالشوربة الحريرية.
احلى بداية. طاجن لحم برقوق، اللحمة تتفرفط معه. جيب عيش المغربي، خذ لك خمسة وتاخذ لحمة دسمة وتعيش. تاخذه من اللحم وكمان تاخذه من الفاكهة. بنين. وهنا عندك الكسكس، تديها من الصوص حقه. يا سلام. تغطس الملعقة اخر شيء. تشيل قطعة من اللحم وتغطس من تحت الصحن. مجنون. وتكفلها بالبسطيلة بالدجاج. شلك مربع كذا. حبيت الأكل المغربي، أديله 10 من 10. Dima Maghreb Ramadan Kareem. Today I'm gonna be breaking my fast by eating traditional Moroccan food. I'm at a restaurant called Jabal Al Atlas and I'm so excited to be trying this food for the first time. I broke my fast with a date and started with harira soup. If you didn't know, I'm fasting every day of Ramadan this year for the first time ever. The next food I tried is called briwet. This one had vegetables on the inside and the next one had chicken with powdered sugar on top. After that, I tried these little sandwiches. One had chicken, one had fish. I'm not sure what they were called, but they were delicious. Next, I tried a food called addis, which is, I believe, like a lentil soup, and it was super good. And this one, I couldn't believe when they put it on the table. Sardines. This is not a normal thing to eat in the US, so I almost took a bite and then Mukhtar told me that you have to take the bones out. After I removed the bones from mine, I took a bite and it was amazing. It's just like white fish. And finally, the most famous dish in Morocco, tagine bakouk. I hope I pronounced that right. Ours had chicken and cooked prunes. And it's all cooked inside of this clay pot. The flavor was crazy. After that, I had dessert and that's everything. Thank you, Morocco. Dima Maghreb. تخيل كده فراخ وعليها سكر بودرة وقرفة. دي أول مرة هجرب الأكل المغربي. وهم كلاود كيتشن اسمهم دار لالا. معرفش إذا كنت بنطق الاسم صح ولا لأ. وجبت منهم أشهر الأطباق اللي بيقدموها ومشهورة في المغرب. نسخن كده بسلطة الزعلوك، عبارة عن بتنجان بالصلصة وبتتقدم باردة. كانت خطيرة، شبه جدا المسقعة عندنا. ودي سلطة الباربا، بتبقى بنجر وتيم مجفف وعين جمل وجبنة ماعز ومعاها الدريسنج بتاعها. حلو قوي. ونروح لأكلة مشهورة جدا في المغرب وهي البسطيلة. هجرب الأول اللي باللحمة والليمون المعصفر والزيتون. عجبتني قوي هي واللي لسه جديدة عندهم، لحمة بالبصل المكرمل ومتزينة باللوز. اللي كانت غريبة بالنسبة لي وهي أشهر واحدة، اللي بالفراخ واللوز والبصل المكرمل ومرشوش عليها سكر بودرة وقرفة. حلوة بس عجبتني اللي باللحمة أكتر. وجربت كمان في الأطباق الرئيسية طاجن لحم البطاطس والزيتون والليمون، ودجاج محمر برضو بالزيتون والليمون. الاتنين عجبوني قوي، واللي عجبني أكتر طاجن اللحم بالبرقوق، شبه جدا كباب الحلة عندنا، بس اللي زايد عليه القراصية واللوز والسمسم. دي خطيرة. وكان لازم أختم بالحلويات المغربية، مختلفة ولازم تتجرب. الواحد كان فايته كتير. شفيق علوي من منطقة أزيلال من المغرب. ما شاء الله والنعم من حضرتك. قد ايه صار لك فاتح هون محل؟ تقريبا سنتين. سنتين، ما شاء الله تبارك الله. شو عندكم هالاكلات هي الجميله المرتبه؟ شو في عندكم؟ شو بتقدموا؟ والله عندنا شوية من كل حاجة. ما شاء الله تبارك الله. بريوات بتاع السمك. حلو. الرغيف بنسموه مسمن. المسمن، ويا عيني على المسمن، يا عيني على المسمن. هي شو هي؟ دي بسطيلة بتاع الدجاج. يا سلام. وهذا الخبز؟ الخبز تقليدي بنسموه بطبوط. تعال شوف هي. تعال. وهي شو هي؟ وده الطاجين بتاع اللحم بالبرقوق. يا سلام. وهي؟ وده طاجين الدجاج. يا سلام. بالزيتون.
ما شاء الله تبارك الله. وهي شو هي؟ ودي كفتة بتاع البيف يعني اللحم. نعم ما شاء الله. والطماطم. والتمر. وهي شو هي الأكلة؟ دي بنسموها الحرشة. الحرشة. ايوه. هي أنا شايف. وكما شفتوا خوتي خواتاتي هنا كيسالي الفيديو ديالنا. ما تنساوناش واحد لايك كومونتير سبسكرايب فعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد من عندنا ان شاء الله في الحلقات المقبله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دائما الله الوطن الملك.